أعلن اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام أن قوات الأمن العام تمكنت خلال الأيام القليلة الماضية من مداهمة عدة مواقع ومصادرة مواد وأدوات تستخدم في تصنيع عبوات شديدة الانفجار مثلت تطورا نوعيا في الوسائل التي يستخدمها الإرهابيون لتنفيذ عملياتهم الإرهابية، والتي تسببت في ترويع المواطنين والمقيمين وتخريب عدد من الممتلكات العامة والخاصة، فضلا عن إصابة عدد من رجال الشرطة الذين كانوا يؤدون واجبهم في حفظ الأمن وحماية النظام العام. وشدد على أن كل هذه الأعمال التي تستهدف ترويع الآمنين تعد أعمالا إرهابية آثمة تتساوى فيها مسؤولية التنفيذ والتحريض، ويجب أن يرفضها الجميع ويقف صفا واحدا في مواجهتها، لأنها أعمال مدانة بكل المقاييس وتأباها كافة الشرائع والمواثيق، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذه الأعمال يتحمل مسؤوليتها مرتكبوها ومن حرضهم على ذلك، وأن الإصرار على ارتكاب مثل هذه الجرائم لن يثني رجال الشرطة عن مواصلة التصدي لكل ما يمس أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين. ودعا رئيس الأمن العام كافة المواطنين إلى الحيطة والحذر عند تأجير مواقع يمتلكونها لآخرين، حيث يستلزم الأمر الاطلاع على هوية هؤلاء المستأجرين، والهدف من استئجار الموقع بما من شأنه عدم إلحاق الضرر بالأرواح والممتلكات، منوها إلى أنه على كل من يشتبه بوجود مثل هذه المواقع المشبوهة إبلاغ الجهات المعنية من أجل ضمان أمن وسلامة جميع المواطنين والمقيمين وحماية الممتلكات العامة والخاصة. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام. سيد اللواء، مرحبا بك. هل من تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع وتفاصيل أيضا أعمال المداهمات التي قامت بها قوات الأمن العام والمواقع والأدوات التي تمت مصادرتها، وما هي رسالتكم للمواطنين والمقيمين؟ نعم، مرحبا وأشكركم على هذا اللقاء. الحقيقة يعني بناء على معلومات وردت إلينا إلى الأجهزة الأمنية ونتيجة لأعمال البحث والتحري والرصد، وبالتعاون مع الأجهزة المختصة القضائية، تم الحقيقة رصد عدد من المواقع، وبناء على ذلك تم استصدار الأذونات القضائية وأوامر القبض والتفتيش، وتحركت قوات الأمن لمداهمة هذه المواقع. نتج عن العملية هذه الحقيقة ضبط العديد أو كميات كبيرة من المتفجرات محلية الصلب، نعم، شديدة الانفجار، بالإضافة إلى كميات من الأدوات اللي تستخدم في الاعتداء على رجال الأمن وسد الطرق، وكذلك العثور على معمل لتركيب هذه المواد وصناعتها، صناعة المتفجرات شديدة الانفجار، نعم، وكذلك كميات كبيرة من المواد والأدوات اللي تدخل في تركيب هذه المتفجرات. تم إجراء طبعا الاختبارات المخبرية والميدانية على هذه المواد وفحصها، وجاري التعامل معها، ويعني استكمال البيانات والمعلومات أيضا، وتتبع المشتبهين والمتورطين في هذا الموضوع. طبعا تم تفكيك معمل اللي كان يتم فيه صناعة هذه المواد وتركيبها، ويعني جاري تتبع مثل ما قلت الناس المتورطة فيها. حقيقة يعني هذا التصرف ينم على يعني عدوانية شديدة وعدم اهتمام يعني بأدنى يعني درجات الاحترام للحياة البشرية.
يعني هذا الموضوع خطر ليس فقط على المستهدفين سواء كان رجال الامن او غيرهم، لكن حتى يعني مكان التخزين في المنطقه السكنيه هو خطر على القاطنين في هذه المنطقه. هذا المواد اللي وجدت لو كان لا سمح الله حدث خلل في اجهزه التبريد او يعني في المكان، لكان قد يمكن ان يعني تحدث مأساة حقيقه تؤدي بحياه القاطنين بالقرب من هذه الاماكن. انا الحقيقه يعني اهيب بالجميع التعاون مع رجال الامن في هذا المجال، لان في حمايه لهم لارواحهم بالدرجه الاولى وللمجتمع. كل من يجد او كل من يعني يشوف شيء يشتبه فيه او نشاط يشتبه فيه يرجى منه انه هو يعني يبلغ عن هذا الموضوع، لان قد يكون في خطوره على حياته او حياه ابنائه او يعني جيرانه واحبائه. نعم. طبعا مثل ما قلت الان الوقت مبكر جدا على ان احنا نعطي تفاصيل اكثر، لكن راح يكون ان شاء الله هناك تقرير مفصل اكثر يكون فيه ان شاء الله معلومات اكثر من اللي يعني وصلتكم. نعم. شكرا جزيلا لك اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام. وبطبيعة الحال مشاهدينا الكرام سوف نوافيكم في وقت لاحق إن شاء الله بمزيد من التفاصيل حول ملابسات